ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اكرم توفيق 100% خارج النادي الاهلي وراح متهيألي الشمال القطري في قطر. طبعا اكرم توفيق اخر فتره مستواه قل جدا لانه كان مركز في الفلوس وانه عايز يجدد بمبلغ مالي خرافي. بالنسبه لاكرم، اكرم طبعا فنيا قليل جدا، ولكن اكرم راجل وكان بيقاتل دايما في الملعب ودايما كان بيديك مجهود عالي وحقق بطولات وعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي، محدش ينكر ده. ولكن الواحد متضايق من اكرم لانه طلع من الباب الصغير في النادي الاهلي، طلعت بقى اسمك عايز فلوس وخلاص، طالع باصص للفلوس. اخر فتره مستواك قل جدا 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 لان تفكيرك هنا مش في الكوره، انت تفكيرك بره، انت عايز تروح قطر وعايز فلوس ومش عارف يعني، ولا كانك شحات حرفيا. ولكن الواحد بيحترمك لان انت كنت راجل. ولكن حته خروجك من النادي الاهلي دي على علامات استفهام كبيره. انت رايح قطر تعمل ايه؟ يعني انت رايح قطر تعمل ايه؟ انت رايح يا باشا عشان الفلوس. هناك لا في فنيات ولا ده هينتقدك ولا ده هينتقدك، كله يا باشا هيقعد يطبل لك ويزمر لك وبتاع، ومش هتشغل بالك بفنيات، فاهمني؟ انما انت سبت النادي الاهلي بطولات وافريقيا كل سنه، كاس عالم الانديه، سبت مجد حرفيا علشان شويه ايه، كام مليون زياده هتاخدهم في قطر. فمبروك عليك الفلوس بتاعت قطر، ولكن انت سبت النادي الاهلي الكبير. النادي الاهلي ما تتشرطش عليه، النادي الاهلي ما تحاولش تساوم جمهوره لان مش هتعرف، فاهمني؟ ولكن الواحد يتمنى لك التوفيق ان شاء الله وتكسر الدنيا بعيدا عن النادي الاهلي، والحمد لله لحد كده.